السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم كامل اللي دخلتوا لقناتي ونورتوني. اليوم جيتكم بوصفة رائعة، وصفة اقتصادية. كما راكم تشوفوا فيها تجي اسفنجية هايلة. نبداو في المقادير على بركة الله. واش راح نحتاجو هنايا؟ نحتاجو نفصلوا الصفار عن البياض. هنايا واش درت 3 تاع بياض البيض، نطلعوهم مع قرصة تاع الملح. كي يبدا هنايا البياض تاعي يبدا يبيض كيما هكا، نبداو نضيفو حنايا في السكر. هنايا السكر واش عندي 90 غرام تاع السكر. هنايا راني درتهم بالمغرف، بصح ما شفيتش شحال من مغرف درتو، لانه الفيديو هذا عندي بزاف من اللي درتو وهذا وين باش كيما نقولوا باش كتب لي ربي ونخدم المونتاج تاعو. كيما راكم تشوفوا هنايا تبعوا برك الفيديو تعرفوا قداه فيه من مغرف. 90 غرام شحال فيها من مغرف. هنا قلت لكم عندي 90 غرام تاع السكر، نبدا نضيف فيها بالتدريج حتى يبيض لي كامل هذاك البياض ويطلع يولي لي كيما الميرانغ. هنايا نزيدو لافاني. واش نبدا ندير هنايا البنات؟ نبدا نضيفو في هذاك الصفار بعد ما طلعناه كيما لا ميرانغ. نبداو نضيفو بالحبه. انا قلت لكم 3 صفار تاع البيض. هاي ليك راني نطلع وفي نفس الوقت نحط الصفار تاعي. هاي ليك حتى نكمل كامل البيض اللي عندي. هاي لك هنا حتى نخلصوا كمية تاع الصفار اللي عندنا. وعندي من جهة اللي من هيه راني مخلطة الفارينة، عندي المايزينا. الفارينة شحال البنات؟ عندي 110 غرام تاع الفارينة، عندي 2 مغارف كبار تاع النشا، ومغرف صغيرة تاع الخميرة تاع الحلوى. هذو النواشف نديروهم مع بعضهم. نعاود لكم، عندي الفارينة 110 غرام تاع الفارينة، قيس كاس معمر، وعندي 2 مغارف كبار تاع النشا، مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوى. نفوتهم هكا في الصفاية كيما نخدموا الجينواز تاعنا. هنايا يعني زدت الفارينة، بديت بالنشا، وهنا زدت الفارينة مع الخميرة تاع الكاطو. نجيبو هنايا المغرف تاعنا ولا سباتولا تاعنا، ونبداو نخلطو من الفوق لتحت حتى كيما نقولوا باش ما يبقالناش هذاك الفارينة من التحت. كيما قلت لكم قلت لكم هذه طريقه تجي هايله كيما الجينواز. هاي ليك راني نخلط ونزيد من كميه الفارينه اللي بقات. دائما نستعملوا الصفايه. هاي لك هنايا مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، ونبداو نديرو بهذه الطريقه باش ما يبقالناش الفارينه من التحت، سما كامل المكونات تتخلط. هنايا ثاني باش ما يهبطليش القوام تاع الجينواز. هاي لك شوفوا هنايا باش ما كيفاش ما هبطليش كامل القوام، جات كي لاموس. واش نديرو هنايا؟ نعمروا لابوش تاعنا. وفي نفس الوقت عندي السنيوه تاعي راني درت لها البابي كويسون ودهنتها بشويه تاع الزيت. والفور تاعي راهو يسخن البنات. قبل ما نوجد الكاطو تاعي درت الفور تاعي يسخن. هاي لك هنايا نديرو هكا دوائر. انا خدمت هكا دوائر وخدمت هذوك الاصابع. نتوما الشكل اللي بغيتو. درت لكم انا 2 اشكال، واللي بغيتوه ديروه. نحطوهم يطيبوا على نار متوسطه، ما شعلت لهمش البنات من الفوق غير من التحت. ليه يطيبوا معنا، يجيو خفاف ما شاء الله.
هنايا البنات قبل ما ندخلهم يطيبوا واش درت، حكمت هذيك المغرفه تاعي دهنتها بالزيت، غمستها في الزيت ونعدل السطح تاع الحلوه تاعنا. واش ندير ثاني، نجيب سكر غلاس، نرش كامل الكاطو تاعي من الفوق ونحطها طيب. هنايا بعد ما عدلت السطح تاعي اني جبت سكر غلاس ونفوتو بالصفايه، ندير هكا على الوجه تاعو. وهنايا بعد ما حطيت هذو الدوائر طابو زدت رحت وجدت هكا مستطيلات، كيما نقولوا احنا اصابع عفوا. درت نفس الطريقه اللي درتها مع الدوائر، دهنت المول تاعي، درتهم هكا هذا الشكل تاع الاصابع ودرت لهم من الفوق سكر غلاس. وهامليك هنايا بعد ما طابوا لي شوفوا كيفاش يجيو ما شاء الله خفاف. هاي لك شوفوا. هنايا البنات بالنسبة للحشو، الحشو تاعكم اختياري. انا هنا فضلت درت المعجون، تحبوا ديروا لا كريم شانتيي طلعوا بودر شانتيي مع الحليب عادي، ولا تحبوا ديروا شوكولا، تحبوا اللي بغيتوها ديروها، كريمة الزبدة اللي بغيتو. انا هنا فضلت المعجون، جاوني روعة بالمعجون. هنايا اني لصقت حبيبات مع بعضاهم، ومن بعد درت في الجنب تاعهم درت لهم شويه نواة كوكو. هنايا اختياري الحشو تاعكم كيما حبيتو، كاين اللي يحشيها بالطوفيه، كاين كيما اللي بغيتو ديروها. نوري لكم هنا نقسم لكم تشوفوها كيفاش جات خفيفه. شوفوا هاي ليك. هنايا يدي راهم كارثه من الزيتون، خدمت الزيتون على بها راهم هكا. شوفوا الكاطو تاعنا كيفاش جا روعه. وذوك تزيدوا تشوفوه في الاخير طبق التقديم. هامليك شوفوا، تدهنوا قلت لكم الجناب تاعو بالمعجون وديروا له نواة كوكو. وهاوليك هنايا في طبق التقديم. شوفوا الحبه تاعنا كيفاش جات ما شاء الله. هذا يوالم البنات تحطوه مع المشروبات. الوصفه هذه خبوها، حطوها في عينيكم، اللي ما جربتهاش راهي راطات بزاف حوايج. هاي ليك شوفوا من الداخل، راكم تشوفوا فيها كيفاش جات اسفنجيه. وهذا اللي درناه مستطيلات. وما بقالي في الاخير الا نقول لكم تبقاو على خير، نلتقي في وصفه اخرى. عيا سلام.